شقة أهالي في الحي اليوناني للبيع بسعر أقل من 1,000,000 جنيه. شقة نص تشطيب، حاجة حلوة أوي. هتفرجوا عليها في الفيديو. الأول اللي محدش لايك يحط لايك، اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها، فعلوا الجرس بقى ما يشيل الفيديو. ده الحي اليوناني اهوت يا جماعة، حي راقي وجميل جدا. طبعا كلكم عارفين الحي اليوناني ده الحي 13، بس ده القطعة 500 متر اللي فيه. القطعة دي هي القطع اللي ينفع نشتري ونبيع فيها، لأنها قطع فيها توكيلات. فلا اشتري الشقة اشتري شقة بتوكيل، بدل ما تروح تشتري شقة اسكان اجتماعي ب800,000. دلوقتي الشقق في الحي 16 والحي 11 والحي 15 في شقق وصلت 600 و700، وفي شقق ب700 و750 و800. لا، تعالى اشتري بيهم شقة نص تشطيب أهالي. طيب بسرعة كده، حابب تشطيبات باب وشباك، الرقم بتاعهم فات اهوت. أي حاجة تخص التشطيبات والباب والشباك الرقم بتاعهم فات. دي الشقة 90 متر، شقة مساحتها كويسة، مشطبة هي زي ما انت شايفة، نص تشطيب. دي البلكونة بتاعتها، الشقة خلفية. الموقع بتاعها حلو قوي. لو انتوا خدتوا بالكم البلكونة من هنا، انا شايفة الطريق من البلكونة، شايفة الطريق من ورا كده، شايفة الطريق الرئيسي اللي بره هناك على الحديقة المركزية. تالت نمرة او رابع نمرة من الطريق الرئيسي من عند الحديقة المركزية. فيها اوضتين اتنين، مطبخ حلو، وصالة وحمام. الشقة حلوة مش وحشة. الشقة 950 قابل للتفاوض. الشقة زي ما شايفين كده فيها شغل، على فكرة فيها شغل، بعض شغل من السباكة اهو. لو خدتوا بالكم البيت اللي هناك دوت كان الطريق الرئيسي هناك. للتواصل الرقم موجود اهوت، اللي حابب يتواصل عشان الشقة. بس انا قلت لكم المبلغ 950 قبل التفاوض، 950 كاش مش قسط. مساحات الاوض حلوة، مساحات الحمام والمطبخ حلوين. الشقة مساحتها كويسة، بدل ما اخد شقة اسكان اجتماعي ويبقى عندي حظر بيع فيها، وابقى مهدد من الجهاز ان هو يسحبها مني، واشتري شقة عشان دخل التوكيل. او مثلا في احياء زي ال11 وال15 وال16، الاحياء ديت بتكلموا هناك من اول 700 750 للشقة اللي فاضل عليها اقساط بسيطة. لا، انا اشتري شقة اهالي. الناس اللي كانت حابة تشتري شقة في الاهالي بسعر كويس، الشقة هي نص تشطيب. العمارة فيها اسانسير، واجهة خلصانة، مدخل خلصان، كله رخام. المدخل يعني تسكن على طول. حطوا لايك بقى، اشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان الكل يستفاد. رقم التليفون موجود اهوت للتواصل. وزي ما قلت لكم، اي حد عايز اي حاجه في العشر من رمضان، معانا شقق مساحات تانية كتير طبعا. معانا مساحات مختلفه بكل حاجه ولها سعرها. معانا المكتب الهندسي، تطلع رخصه، جواب حفر، تشطيبات، مباني. عندنا المكتب العقاري، تشتري قطعه ارض، تشتري بيت، تشتري اي حاجه في مدينه العشر من رمضان، عندنا المكتب العقاري. شايفين اسانسير شغال اهوت، وادي البيت والسلم شغال والدنيا شغال. يا دوب هتاخد الشقه، تخلص الفينش بتاعها على طول، تسكن على طول. لو انت مش حابب تكلف عليها قوي، هتحط طقم الحمام وطقم المطبخ، وهتدي لون الصورة، هتدي اللي هو الزيت البطانة واللون، وتسكن على طول. بالتوفيق للجميع.